أهلا بمحبي الأهلي في هذا الفيديو تسريب قرار المسابقات بشأن ديربي الهلال والأهلي لنتعرف على التفاصيل الكاملة. قبل أن نذهب إخواني الكرام إلى التفاصيل، المرجو منكم وضع اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد. في خطوة مفاجئة، كشف الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل عن قرار لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بخصوص طلب نادي الهلال تأجيل مباراة الأهلي. وطلب نادي الهلال تأجيل مباراته ضد الأهلي في الدوري السعودي من أجل التركيز والاستعداد بقوة لمواجهة العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وتقام مباراة الأهلي ضد الهلال ضمن لقاءات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين يوم 19 أبريل 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة. وكتب الإعلامي عبد العزيز المريسل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة إكس اليوم الخميس: بلغني أن المسابقات ستصدر قرارا برفض طلب نادي الهلال بتأجيل مباراة الأهلي الدورية. وأضاف: بصفة إعلامي تهمه مصلحة الكرة السعودية، أطلب من المسابقات مراجعة حساباتها من جديد مرة واثنان وثلاثة. فالهلال يجب أن يدخل مباراة العين الإماراتي وهو مرتاح بعيدا عن الإرهاق. وتابع المريسل: أعتقد أن الأهلاويين سيقدرون ذلك الأمر، خاصة إذا أصبحوا في نفس الموقف مستقبلا. أتمنى من كل قلبي أن يكون قرار التأجيل هو الذي سيعلن بالتوفيق للهلال في دوري أبطال آسيا.